السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن النادي الأهلي. النادي الأهلي محتاج صفقات. يناير قرب ولازم نبقى كلنا متفقين، وأعتقد إن معظم الناس متفقة إن الأهلي محتاج صفقات، ومش صفقة ولا اتنين، لأ ده كذا صفقة كذا صفقة. عندك إحنا محتاجين مهاجم، جراديشار ومحمد شريف لحد دلوقتي هما الاتنين مستواهم يعني أقل من المتوسط، أقل من المتوسط. فأنت محتاج مهاجم، محتاج باك شمال. هتقولي محمد شكري رجع، أقول لك محمد شكري يلعب لوحده؟ وحتى كريم فؤاد لو رجع من الإصابة، كريم فؤاد مش باك شمال، احنا كنا بنحطه بس سد خانة كده بيلعب بس هناك. فأنت محتاج باك شمال، ومحتاج مدافع سوبر. محتاج مدافع سوبر، مش مدافع أي كلام، يعني مش محتاج مدافع لسه هنجربه، لسه هنصبر عليه هيستوي عندنا، لا مش ينفع الكلام ده. محتاج مدافع سوبر. محتاج برضو باك يمين. انت محتاج باك يمين يلعب برضو يريح محمد هاني شوية، او محمد هاني لا قدر الله لو حصل له حاجه يبقى في حد موجود في الناحيه اليمين يسد مكان محمد هاني. هتقول لي عمر كمال بقى موجود، عمر كمال عبد الواحد موجود وزي الفل، لكن مستواه مذبذب برضه، يعني شويه فوق وشويه تحت، وكان بقاله فتره بعيد. نتمنى الجون اللي جابه في ايجي النوار في القاهره يرجعه ان هو يتحمس تاني، وان هو يلعب ويبقى رجله في الملعب، دي حاجه هتفرحنا. فالاهلي محتاج كام صفقه كده، 3 4 صفقات. نتمنى من اداره التعاقدات، تمام، ومن لجنة التخطيط إن هم يهتموا بالصفقات اللي هتيجي ويبقوا لعيبة سوبر. يبقوا لعيبة سوبر يا جماعة، ما نجيبش لعيب لسه هنجربه. لا ما ينفعش، في الأهلي مفيش تجربة، في الأهلي اللعيب لازم يجي جاهز. أنت بتشتري وبتدفع، مادام بتشتري وبتدفع هات لعيب جاهز. هات لعيب جاهز ينزل يلعب مع الفرقة على طول، يخش في الأجواء على طول. فنتمنى إن الإدارة تشوف الكلام دوت تمام وتهتم بيه، وما نلزقش بقى، ما نقصش ونلزق، لأن هي الفكرة مش محتاجة يعني، تمام. ابتدينا الدوري غلط وبنحاول نصلح، فمش عايزين نيجي في يناير برضو ان نفوت والعمليه تمشي كده برضو لحد اخر الموسم ايه، بالزق يعني. نتمنى ان هم يجيبوا لعيبه سوبر، وان هم يجيبوا الصفقات اللي الاهلي محتاجها واللي الفريق محتاجها. سلام. صلوا على النبي.